السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوف الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو ما انت مشتركة ما تنسيش تعملي لي اللايك وتكتبي لي كومنت حلو. النهارده بقى انا جايلكم بفيديو حلو وجميل. هعمل النهارده معاكم السمك بقى البلطي، ما عملتوش معاكم قبل كده. هعمله بقى التتبيلة سهلة وبسيطة وهتخلي السمك بتاعك طعمه حلو قوي. يلا بقى تعالوا نشوف هنعمل التتبيلة بتاعت السمك بتاعنا ده ازاي. يلا بينا. انا كده معايا توم ومعايا فلفل وقرنين شطه كده. هنزل بقى بيهم في الكبه وافرمهم في الكبه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. ومعايا بقى عصير 3 ليمونات. عايزاك بقى تعصري الليمون كتير على التتبيله. انا كده هعصر 3 ليمونات، اشيل بقى البذر بتاع الليمون ده. السمك بتاعنا بيحب الليمون، بقى طعمه حلو وميبقاش فيه ريحه زفاره خالص. زي ما انتم شايفين كده انا بقى اعصر الليمون على الشطه والثوم. زي ما انتم شايفين كده انا ضربته في الكبه، وهنزل بعصير 3 ليمونات، وهنزل برضك بشويه من الخل. دي التتبيله اللي احنا هنتبل بيها السمك. معايا بقى معلقه صغيره فلفل. كده احنا هنبار التتبيله بتاعتنا. وهحط برضو كمون، السمك بيحب الكمون. هحط برضو معلقه صغيره كمون، نص معلقه كده من الكركم. حطيت كده ملح. ومعايا بقى 7 بهارات، وهقلب. عندك بهارات سمك برضو هحط بهارات سمك. انا حطيت 7 بهارات وهقلب الخلطه بتاعتي. وتعالوا نشوفوا السمك بتاعي انا غسلاه كويس. ما انتوا شايفينه كده وشايفين قلبه ابيض. كنت غسلاه ونقعاه، بصوا طلعت عينه من كتر الغسيل. زي ما انتوا شايفينه كده انا غسلته كويس. شايفين قلبه وريحته حلوه، مفيهوش زفاره ولا اي حاجه. السمك بتاعي دوت مش كبير، هو وسط كده، ولا صغير قوي ولا كبير قوي. انا بقى معايا مصفى وتحتها طبق عشان انا هتبل السمك بتاعي وهحطه في قلب المصفى. انا السمك بتاعي دوت انا متبلاه من بالليل، يعني نضفته وتبلته. كل ما يشرب التتبيله ويمتص من التتبيله بيبقى طعمه احلى. حاولي انت تتبليه قبلها بفتره، بيبقى طعمه حلو قوي. انا كده همسك السمكه بتاعتي اتبلها من جوه بالشكل ده كده، وهرصه بقى كله في قلب المصفى كله فوق بعضه علشان يمتص من التتبيله بتاعته. انا تبلته من بالليل، يعني يعتبر 24 ساعة بالظبط. يعني على ما جيت اقليه تاني يوم كان 24 ساعة. حطيته على رف التلاجة وسبته في التتبيلة. نزل بقى ميته وشرب من التتبيلة، ولا كان ريحة زفورة ولا اي حاجة، وطعمه حلو قوي. التتبيلة سهلة وبسيطة خالص، ما فيش اسهل من كده. فلفل وشطة وتوم، ولا يعني حوارات ولا حاجة. خلاص انا كده خلصت السمك بتاعي، تبلته كله. حطيته في المصفى بقى بالشكل ده كده. بقى بقيت التتبيله بوريكم الطبقه اللي تحت المصفى. بقيت التتبيله بقى احطها كده على الوش. تمام. وكده بقى انا خلاص هشيله بقى كده في التلاجة لتاني يوم ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف هنعمل دي في الدقيق بتاعنا ايه. انا بقى كده معايا كوبايه من الدقيق، ومعايا فلفل وكركم وكمون وبهارات وملح. انا هنزل بالتوابل بتاعتي على الدقيق عشان نبهر الدقيق بتاعنا كده والسمكه بتاعتنا تبقى حلوه. خلاص السمك بتاعي بعد ما طلع من التلاجة ده يا جماعة تاني يوم، شايفين شكله وريحته تحفة. انا السمك بتاعي كده بعد ما خرج من التلاجة تاني يوم. مش شرط يعني لو انت جبتيه في يومه برضو، بس هو عايز يخليه في التتبيلة شوية عشان يمتص من التتبيلة ويبقى حلو. انا هجيب السمكية احطها في الدقيق وابدرها بالشكل ده كده. بقى انا هجيب السمكة بتاعتي احطها في الدقيق بالشكل ده كده، اغلفها كلها بالدقيق. ومعايا طبق بقى هرص السمك كله جنب بعضه علشان نروح بقى على البوتاجاز نحط السمك بتاعنا في الزيت ونقليه. تمام.
السمكة بتاعتي لما انا حطيت في التتبيلة وسبتها في التتبيلة شوية ناشفة وما فيهاش مية كده ولا اي حاجة. تعالوا بقى نروح يلا على البوتاجاز. انا كده معايا زيت، الزيت ده انا كنت قليه فيه بطاطس، فطبعا احنا خلاص هنقلي السمك يعني هيتزفر ويرتمي عادي مفيش مشكله كان مكانه بطاطس. حبيت اقول لكم برضو. طبعا بقى انا كده نزلت بالسمك بتاعي في الزيت وكده بقى هو احمر، قلبته على الجنب التاني عشان ايه كله ينشف كده. وكده السمك بتاعي اتحمر واستوى وبقى حلو ونشف معايا كده. بقى انا هطلعه من الزيت اصفيه كويس. معايا طبق بقى عليه مناديل مطبخ وهطلع السمك بتاعي عليه. وهحط بقى ايه السمك التاني، بقية السمك يعني هنزل بقى بيه في الطاسة وهطلع السمك. وتعالوا بقى نشوف النتيجة. وكده بقى السمك بتاعي بعد ما خلص، ده سمك مكرونة يا جماعة. انا كنت فاكرة ان الكاميرا بتصور وفي الاخر ما صورتش للاسف. انا هعمله معاكم بطريقة تانية، بس هو نفس التتبيلة بتاعت السمك البلطي يعني ما تختلفش بصراحة. وبدرته برضو بالدقيق وايه وقليته في الزيت. ان شاء الله هعمل لكم مرة تانية. معلش بقى اعذروني ان الكاميرا فصلت مني وانا بعمله. تمام. بس انا ده تبلته يوميها، لكن السمك انا كنت متبلاه قبلها بيوم البلطي. خلاص كده السمك بتاعي بعد ما خلص والله يا جماعة طعمه تحفة وريحته